السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مع بعض فيديو جديد تطبيق جديد. اللي ما قرش محيره بيشتري حمام ويطيره. حكمة كده بتتقال على لسان أي سوق سواق تاكسي. بس السؤال الحقيقي اللي بيفضح أي حد فينا، ليه أغلب الناس فلوسها بتخلص مش فاهمة راحت فين؟ هل احنا فعلا بنصرف على حاجات كتير ملهاش لازمة، ولا احنا بس اللي مش فاهمين مصاريف، ولا هي بتتسرب قدام عينينا؟ خليك معايا لاخر الفيديو عشان الاجابه هتخليك تبص لاي تطبيق انه ميزه بطريقه مختلفه تماما. خلينا نتكلم عن تطبيق فينديكس مصروفات وميزانيه. تطبيق فكرته ببساطه انه يساعدك تسجل دخلك ومصاريفك اليوميه ويقسموا الفئات زي الاكل والمواصلات وفواتير تسويق، ويطلع لك التقدير عشان تعرف فلوسك بتروح فين. يعني بدل ما تعتمد على الذاكرة اللي غالبا بتخونك، يبقى عندك سجل رقمي واضح لكل جنيه داخل وخارج. التطبيق زي ده بيحاول يحل مشكلة قديمة جدا، وهي فقدان السيطرة على المصروفات. ودي شيء مهم جدا، خصوصا في زمن كل حاجة بقت تدفع الكتروني ومشتريات سريعة بضغط زرار. لكن خلينا نتكلم معاك باسلوب شكاك شوية. هل فعلا التطبيق ده بيحل مشكلة، ولا بس بيخليك تبص المشكلة بشكل ادق من غير ما يحل؟ من ناحية الاستخدام صح، اول ما تفتح التطبيق يبدأ يدخلك دخل شهري او يومي، وبعدها تبدأ تسجل كل المصروف اللي لاحظته. وده اهم خطوة، لان اي تأخير في التسجيل بيخلي البيانات غير دقيقة، ومع الوقت هتلاقي تغيير بتوضح اكبر بنود بتصرف عليها. وده بيساعدك تعمل ميزانية واقعية، مش مجرد ارقام على الورق. ولو بصينا للمميزات، اغلب المستخدمين بيشكروا في بساطة الواجهة وسهولة ادخال البيانات وسرعة العرض تقرير. مهمة جدا ان اي تطبيق ميزة لو كان معقد ناس بتهرب منه بسرعة، لكن في نفس الوقت في تعليقات بتشتكي من ان بعض الميزة مقدمة او تحليلات مفصلة ممكن تكون محدودة او محتاجة نسخة مدفوعة. ودي طبيعي في النوع ده مش من التطبيقات ده. بس لو بصينا بقى للجانب الشكاكي اللي دايما بيسأل عن تطبيق بيكسب ازاي، هو مجاني نموذج غالبا بيعتمد على الاعلانات او النسخة المدفوعة اللي بتفتح ميزة اضافية زي التقرير اعمق او ميزانية سحبية او ازالة الاعلانات. يعني المجاني هنا مجرد بداية عشان ينجذب جوه النظام، بعدها يتقدم ترفيه. من ناحية بقى دول التطبيق، فده متاح للعالم كله عشان هو جوجل بلاي، لكن التجربة بتختلف حسب الدولة واللغة وعدم الدعم والمنطقة. يعني في مستخدمين بيلاقوا تجربة سلسة، وناس تانية بيلاقوها نص وفي دعم او تحديثات حسب بلدهم. ولو سمعت تعليقات جوجل بلاي ستور، هتلاقي بشكل عام الانقسام معتمد او معتدل شوية. ناس شايفة انه ممتاز لتنظيم المصروفات وفتح عين على عدد المالية، وفي ناس تانية شايفة انه مجرد تسجيل ارقام مش اكتر، ومش بيغير سلوك الصرف عنه. ودي نقطة مهمة جدا، لان التطبيق ده مش هيمنعك تصرف، هو بس هيخليك تشوف انك بتصرف. ولو هنتكلم عن استخدام بشكل صحيح، اهم نصيحة انك ما تعتمدش عليه مرة في الاسبوع. لازم تسجل لحظة بلحظة وتبص للتقارير اخر اسبوع عشان تعدل سلوكك، لان الهدف مش تجميع، الهدف فهم. وفي النهاية السؤال اللي بدأنا بيه الفيديو، هل فعلا بنصرف كتير فعلا، ولا احنا مش شايفين؟ الحقيقة ان اغلبنا مش محتاجين يزودوا الدخل قد ما هو محتاج يشوف مصاريفه بوضوح. بدأ دي مجرد مراية مش حل سحري. ولو وصلت لهنا فغالبا انت مش من الناس اللي بدأت تفهم ان المشكلة مش في الفلوس، مشكلة في الإدارة، والعجب الاسلوب الشكاك اللي بيكشف بالصورة من غير
تزيين، اعمل لايك وشارك في القناة. خلينا نكمل كشف باقي التطبيقات اللي شكلها بريء، بس محتاجة نعيم بتسأل اكتر. سلام.